بعد التعثر في المباراة الأولى والتعادل أمام الهلال السعودي، مباراة ثانية شفنا البصمة متاع تشافي ألونزو. ريال مدريد في ثاني مبارياته في مونديال الأندية يتغلب على باتشوكا المكسيكي بنتيجة 3-1 رغم الطرد المبكر واللعب ب10 لاعبين منذ الدقيقة 7. طرد المدافع راؤول أسانسيو. مباراة ممتازة عرف من خلالها ريال مدريد يتعامل مع الطرد المبكر وخلى المباراة لصالحه، وين أنهى الشوط الأول متفوق ب2-0 بعلامة امتياز في الشوط الأول للحارس تيبو كورتوا. الشوط الثاني فيدريكو فالفيردي سجل الهدف الثالث، وهكا دارك ركلة الجزاء اللي أهدرها في أواخر اللقاء من المباراة الأولى أمام الهلال السعودي. مباراة في المجمل متاعها مباراة ممتازة رغم حرارة الطقس والإرهاق البدني للاعبين، إلى أن المباراة هذه أكدت أن الميرينجي راهو الملكي حاضر دائما في المناسبات الكبرى. هكا انتصار يخلي ريال مدريد يتصدر المجموعة متاعو رفقة سالزبورغ النمساوي، وينتظر اللقاء الأخير في المجموعة أمام سالزبورغ لحسم الترشح لما لا في صدارة مجموعته إلى الدور القادم، في مباراة أكد من خلالها في نيس الجونيور قيمة ثابتة في ريال مدريد مع علامة امتياز للمدافع الجديد هاوستن، وأكد أن أردا جولر يستحق اللعب كلاعب أساسي في ريال مدريد. التوفيق للنادي الملكي ريال مدريد في المباراة القادمة والتأهل إلى الدور القادم. فاموس مدريد.